وتاني يوم محمد كلم محمود صاحبه في التليفون وقال له: ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ طمني عليك وعلى احوالك. انا بخير الحمد لله والله يا حبيبي. انت اللي عامل ايه واخبارك ايه؟ وحشتني والله يا ابني. السكن بقى فاضي عليا من غيرك. انت عارف ان انا ماليش اختلاط بحد في السكن غيرك اصلا. والله وانت كمان وحشتني قوي يا صاحبي. بس انا يعني كنت عاوز اكلمك في موضوع مهم كده. سامعك يا حبيبي، اتفضل قول. قول اللي عندك. بصراحة كده يا محمود، حماتك دي طلعت ست مش كويسة خالص. دي طلعت ست لعوب. تخيل، دي طلبت مني حاجات مش كويسة خالص. وبدأ محمد يحكي لصاحبه على كل اللي حصل. ووقتها محمود قال له: نعم؟ وهي ازاي تعمل معاك حاجات شبه كده؟ وازاي تتصرف التصرفات دي اصلا؟ معنى كده انها بتعمل التصرفاتها البايخة دي مع اي حد، واكيد يعني هي شخصيتها مش كويسة. انا ازاي ما كنتش واخد بالي طول الفترة اللي فاتت دي من تصرفاتها؟ فعلا هي كانت بتعمل معايا تصرفات عجيبة. عشان انت طيب وغلبان يا محمود يا صاحبي. بس هنعمل ايه بقى؟ الناس هي اللي بقت عايشة في غابة، والست دي شايفة نفسها، ولو انها يعني مش جميلة قوي، بس هي مهتمية بنفسها على الاخر، واخدة بالها من حالها. بس انا يعني عايز افهم حاجة. هو حماك فين من كل اللي بيحصل ده؟ محمود كان مكسوف قوي قوي من صاحبه، وحاسس ان هو في نص هدومه، وقال له: حماية راجل على الله حكايته. مش هقولك هو مش واخد باله من تصرفاتها، لا، كده هو واخد باله من تصرفاتها كويس قوي. بس هو بقى مكبر دماغه وعايش ياكل ويشرب وخلاص. على العموم، حقك عليا يا صاحبي. انا اسف لو كنت تسببت لك في مشكلة مع مراتك، واوعدك اللي حصل ده مش هيتكرر تاني ابدا والله. انت بتعتذر ليه بس يا ابني؟ هو انت مالك بس؟ ولا ذنبك ايه في اللي حصل؟ ماشي يا محمد، اقفل دلوقتي وانا هشوف الموضوع ده. محمد قفل مع صاحبه وقال لمراته: خلاص بقى يا ستي اهو، اتأكدتي كده اني ماليش اي علاقة بيها؟ انا عارفة انك محترم يا محمد. هو انا اول مرة اعرفك النهاردة ولا ايه يعني؟ بس انت كان لازم تكلمه وتعمل كده عشان نوقف الولية دي عند حدها، لانها اكيد ما كانتش هتسكت ولا هتسيبك في حالك ابدا. النوعية دي من الستات يا محمد بتبقى بجحة قوي، والزن على الودان امر من السحر زي ما بيقولوا. ونروح بقى عند محمود اللي كان حاسس ان هو في نص هدومه، وكلم مراته وحكى لها على كل اللي حصل وقال لها: انا مش عارف ازاي انا كنت مخدوع فيكم طول المدة اللي فاتت دي كلها. انا مش مكمل معاكي يا ست هانم، لان انا مضمنش تربية الست دي عاملة ازاي. اصبر بس يا محمود، اصبر يا حبيبي. يمكن انت فاهم الموضوع غلط انت وصاحبك. انا والله معرفش حاجة. انا مش بتاعت الكلام ده يا محمود. هو انت اول مرة النهاردة تعرفني ولا ايه؟ ايوه للأسف، انا لسه عارفك النهاردة. ويا ريت بقى تبعدي عني وعن حياتي. وابني عمره ما هيتربى مع واحدة زيك ابدا، طالعة من بيت زي ده. ده حتى يا شيخة المكياج اللي انا كنت بعتهولك عشان تحطيلي منه لما انزل من السفر، هي اللي خدته وحطت منه. يرضي مين ده بس يا ربي؟ وقفل الخط في وشها، وهي راحت فضلت تصرخ في امها. وكان ابوها موجود في البيت في الوقت ده وسامع كلامها. ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليكي. ليه حاولتي تقربي من محمد صاحب محمود جوزي اللي كان بعتلك معاه الهدايا بتاعتي انا وابني؟ ليه تكسفيني كده قدام جوزي؟ اهو اهو قال عاوزني ابعد عن حياته، واكيد هيطلقني زي ما كنت سبب قبل كده في خطيبي الاولاني. كنت سبب ان هو يسيبني، دلوقتي هتبقي سبب في طلاقي يا ماما. ايه الكلام ده يا بت انتي؟ انا معرفش حاجة خالص يا حبيبتي عن الكلام ده. انتي جبتي الكلام ده منين؟ هم، جبته من محمود جوزي يا ماما. واسمع بقى يا بابا اللي حصل بنفسك. وحكيت لهم كل اللي حصل، ويا دوب خلصت كلامها
لقيوا محمود بيرن على حماته وبيزعق في التليفون وبيقول لها: اسمعي بقى يا ست انتي، من النهاردة وانتي تبعدي عن حياتي خالص، انا ومراتي وابني. انا خلاص قرفت منك. قبل كده كل تصرفاتك معايا كانت بتدل على ان شخصيتك مش مظبوطة، بس انا اللي كنت بتعامل معاكي باحترام، وبقول يعني العشم واخدها شوية عشان انا امي ميتة وهي معتبرة نفسها يعني مكانها. لكن خلاص، اللي بيني وبين عيلتكم كلها انتهى، وبنتك ما تلزمنيش. طيب بس اهدى يا ابني وصلي على النبي كده، حتى لو انا غلط اعتبرني يعني زي امك. انا اسفة وهعتذر لصاحبك، واوعدك ان الموضوع ده مش هيتكرر بعد كده ابدا، ولا معاك ولا حتى مع صاحبك. بعد ايه بقى؟ بعد ما كل حاجة انتهت خلاص جاية تفوقي لنفسك دلوقتي يا حاجة؟ وعلى فكرة، انا قصد اقولك يا حاجة عشان تعرفي انك فعلا متصابية، وان تصرفاتك دي ما تطلعش من واحدة في سنك ابدا. انت مش صغيرة، انت عندك 49 سنة، بس يعني عشان بتهتمي بلبسك وشكلك ومكياجك سنك مش باين عليكي. لكن لازم تعرفي سنك الحقيقي بينك وبين نفسك عشان تعرفي تسيطري على روحك شوية يا ست الحاجة. وقفل الخط في وشها، وجوزها اللي كان قاعد جنبها والأول مرة من سنين طويلة قوي يتعصب ويقول: ليه عملتي كده؟ ليه حطيتي راسنا كلنا في الطين؟ احنا سامحناكي على الغلطة اللي فاتت وقلنا خلاص هتتغير، ولا انتي بقى شايفة نفسك فعلا زي ما جوز بنتك قال، العيلة صغيرة قال؟ انت بتلوم عليها لوحدها ليه يا بابا؟ انت كمان عليك عامل كبير قوي قوي من اللي بيحصل ده، لانك انت اللي سبتها تعمل كده. انت عمرك ما وقفتها عند حدها، وحتى يوم ما جابت راجل غريب البيت سامحتها بكل سهولة. وكل ده ليه؟ عشان يعني هي بتشتغل ومرتبها اكبر من مرتبك وبتحط كل ده في البيت؟ يا بنتي مش كده، اهدي بس. انا ما كنتش عاوز البيت يتهد والله، هو ده اللي كان في دماغي. انما لو عليا انا ما كانش راضيني خالص تصرفات امك دي من الاساس. وبعدين امك برضو عمرها ما استخسرت فيكم حاجة، وحتى لما ورثت حطت فعلا فلوسها كلها في البيت يا بنتي. هي دي بقى الزلة اللي هي كانت ماسكاها على حضرتك، هي دي حجر الأساس اللي كان سندها وبتخليها تعمل كل اللي هي عاوزاه. للأسف يا بابا، انت خذلتني خذلان كبير قوي. انا بكرهك وبكرهها، وبكره الظروف اللي خلتكم تبقوا اهلي. طب اهدي بس يا بنتي، اهدي بس، وانا هتغير والله، وهبطل اللي كنت بعمله ده كله صدقيني. هتبطليه؟ هتبطليه بعد ايه يا ست الحاجة؟ على رأي جوزي، بعد ما حطيتي راسنا كلنا في الارض وكسفتيني قدام جوزي وصاحبه؟ انا همشي وهرجع على بيتي، ومن النهارده خلاص بقى انا مش هعيش معاكم هنا، سواء بقى كان جوزي مسافر ولا مش مسافر. واموري مع جوزي انا هعرف اصلحها ان شاء الله. طيب يا بنتي ما تحكيش حاجه لاخوكي مؤمن، واحنا هنحل الموضوع ما بيننا ان شاء الله. آلاء ضحكت بسخريه وقالت: هو ده كل اللي همك يا بابا؟ كل اللي همك اني ما احكيش حاجه لمؤمن اخويا؟ طيب يا سيدي، ما تقلقش، انا هطلع بره حياتكم كلها اصلا من اليوم دوت. وفعلا مشت آلاء من البيت، وابوها قال لمراته: بنتك من النهارده خلاص وهي انعزلت عننا خالص. بنتك ما عادتش هتدخل لنا بيت تاني، وجوزها هيحرمنا منها. منك لله يا شيخة، كنت سايبك طول السنين اللي فاتت دي كلها، وكل شوية اقول خلاص هتتعدل، خلاص هتتغير، لكن لا حياة لمن تنادي. انا اسفة يا عطية، اسفة بجد والله، وما عدتش اعمل اللي كنت بعمله ده تاني خلاص. سامحني، سامحني يا عطية، وخلي بنتك تسامحني. يا شيخة غوري من وشي بقى، يا ريتك ما كنتي ساعدتي في البيت دوت، كان زماني طردك بره دلوقتي. انما للاسف مالكيش مكان تروحي تقعدي فيه،
ومحدش هيتحملك بقرفك ده. غوري بقى من وشي. اما بقى بطلتنا آلاء فرجعت شقتها، وكل ما كانت بتحاول ترن على جوزها ما كانش بيرد عليها خالص، لحد ما في يوم كلمها وقال لها: انت عاوزة مني ايه يا آلاء؟ انا بس عاوزاك تعرف ان انا ماليش ذنب في اي حاجة والله من اللي حصلت دي يا محمود. هي امي كده وتفكيرها كده، انا ذنبي ايه بس بكل اللي بيحصل ده؟ انت عارف اخلاقي كويس قوي وعشت معاه وعاشرتني، فياريت بقى ما تتهمنيش بحاجة باطلة. انا عارف فعلا يا آلاء انك شخصيتك كويسة ومش زي شخصية امك كده. انا الكلام اللي قلته ده كان كله كلام في لحظة انفعال، لان بصراحة ما كنتش متوقع منكم حاجة زي كده ابدا، بالرغم من تلميحات امك وكلامها من يوم ما عرفتكم. بس انا يعني كنت بقول على طول اني لازم اصفي النية. يا محمود، يا محمود خليني على ذمتك بالله عليك، وانا اوعدك ان انا مش هرجع اقعد هناك تاني وانت مسافر، عشان تبقى مطمن ان انا مش هتأثر بيها ولا بحاجة خالص، وهفضل قاعدة في شقتي هنا، وهيكون تعاملي معاها في أضيق الحدود والله العظيم. بس بلاش تخرب بيتنا عشان حاجة أنا ماليش يد فيها. ماشي يا آلاء، أنا هسامحك وهعدي الدنيا، لكن تعاملك مع أهلك وتعاملي أنا كمان معاهم لازم يكون في أضيق الحدود، عشان لو حصل ما بيننا مشكلة تانية بخصوص الموضوع ده أنا هطلقك على طول. أنا مش هسمح إن ابني يتربى في بيئة زي دي يا آلاء. حاضر، حاضر يا محمود، اللي تشوفه أنا هعمله والله. خلاص بقى، ما تقلقش عليا. ومرت الأيام لحد ما محمود نزل من السفر، واتفاجئ بحماته وحماه اللي راحوا لهم زيارة. وحماته قالت له: بص بقى يا ابني، والله العظيم من يوم اللي حصل ده ما حصل وانا ما بقتش اعمل حاجة غلط خالص. انا حتى التليفون ما بقتش بشيله، وبقيت سايباه مع عطية جوزي وهو يشهد بكده. ايوه والله يا ابني، حماتك فعلا من يومها وهي ما بقتش زي الاول نهائي، والامور كلها اتحسنت والدنيا اتغيرت للافضل. انا بنتي وحشتني قوي هي وحفيدي يا ابني، وانا نفسي ان احنا نرجع تاني عيلة واحدة، حتى لو هيكون في اضيق الحدود. انما موضوع ان انا مش عارف اكلم بنتي ده ولا اطمن عليها، ده بقى موضوع صعب قوي يا ابني. بص يا عم الحاج، الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده موضوع حساس قوي، وانا مش قادر اتكلم بصراحة. بس موضوعكم مع بنتكم دوت يكون في اضيق الحدود، يعني يا دوب تليفونات وزيارات بسيطة. معلش، ده بيتي وانا عايزة احكم فيه براحتي، ولو مش عاجبها بقى هي ليها كامل الحرية في اختياراتها. آلاء في الوقت دوت بصت لأمها بعتاب وقالت: خلاص بقى يا جماعة، اللي حصل حصل، وانا همشي تحت طوع جوزي، واللي يقول عليه انا هعمله، لان انا مش عاوزة بصراحة اخرب بيتي عشان حد مخافش على مشاعري في يوم من الايام. هما طبعا فهموا كلامها وفضلوا قاعدين شوية لحد ما قاموا مشيوا. ووقتها قال محمود: اوعي تكوني زعلانة مني يا حبيبتي، صدقيني، صدقيني والله انا راجل عايز يحافظ على بيته ومش عاوز اي مشاكل تحصل ما بيننا ابدا. ده انت اللي حقك عليا يا محمود يا حبيبي، ولو سمحت بقى اقفل بقى الموضوع ده خالص، وحتى لو اهلي جم وزارونا بعد كده هتكون زيارات خفيفة زي ما انت شفت النهاردة، وكل واحد فينا هيبقى في حاله، اهم حاجة انك تكون مطمن. بصلها محمود وسكت، وقال في نفسه: محدش اتظلم في الموضوع ده كله قدك يا حبيبتي، انا عارف، بس انا لازم اعمل كده وما ينفعش اعمل غير كده للأسف، عشان اعرفك مدى خطورة الموضوع عشان ما تقعيش في الغلط دوت في يوم من الايام، ولو اني واثق ومتأكد انك مستحيل تعمليها ابدا. اما بقى مؤمن فكان مستغرب جدا عدم مروح ومجي يخطو عليهم زي الاول، وكمان يعني انها ما بقتش قاعدة معاهم. ولما سأل في الموضوع دوت والده قال له: بصي يا ابني، اختك عاوزة تقعد في شقتها، وبتقول يعني انها عاوزة يبقى ليها كيان وتكون مرتاحة كده مع نفسها، وكمان جوزها اتكلم في الموضوع دوت، يعني ان هو عاوز يكفي بيته بنفسه، وان الدنيا غليت وكده يعني، ومش عاوزها تتقل علينا.
فهم احرار بقى يا حبيبي بقى. بصراحة يا بابا انا مش مقتنع بكلامك ده خالص. عامة ماشي براحتهم، ولو ان يعني الامور المادية متيسرة الحمد لله، مش اكلتها يعني هي وابنها اللي هتزنقنا ولا حاجة. اه والله يا ابني انا قلت الكلام دوت لجوزها واتكلمت معاه كتير قوي، بس هو بقى مصمم، فخلاص سيبه هو حر. المهم انهم يكونوا كويسين مع بعض. ماشي يا بابا، على رأيك. هو احنا يعني عايزين ايه غير ان اختي امورها تكون مستقرة وان حياتها تكون كويسة مع جوزها؟ ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا خالص، اللي يا رب تكون عجبتكم وفهمتم منها العبرة، وهي لكل اب وام انتم مسؤولين عن كل حاجة بتحصل في حياة اولادكم بتصرفاتكم. عشان كده بقول لكم احسنوا التصرف، وراعوا مشاعر اولادكم، وراعوا ان اي تصرف انتوا بتتصرفوه هيعود على اولادكم سواء بالايجاب او بالسلب. وهستنى اشوف رايكم بقى في الكومنتات، وتقولولي مين اكتر حد اتظلم في القصه دي، ويا ترى اللي زي هالة دي ممكن فعلا تكون تابت وبعدت عن الطريق اللي هي ماشيه فيه، ولا ديل الكلب عمره ما يتعدل واللي فيه داء مش بيغيره ابدا. ولو عجبتكم حكايتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا آرائكم في التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو. دمتم في حفظ الله.